يسعد أوقاتكم حبايبنا الغاليين، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم اجيتكم من موقع جديد في الأردن عمان. اليوم اجيتكم من جبل القلعة، أحد جبال مدينة عمان السبعة، والذي اتخذه العمونيون منذ القدم مقرا لحكمهم في المدينة، ومن بعدهم كل من اليونان والرومان والبيزنطيين الذين احتلوا المدينة على التوالي، إلى أن هل عليها الفتح الإسلامي في القرن السابع الميلادي، حيث بني على قمته القصر الأموي. برز جبل القلعة في عمان مقر عاصمة العمونيين، والذي ما زالت بقايا قصور العمونيين ماثلة فيه، منها جدران الأسوار والآبار المحفورة في الصخر الجيري. كما عثر في جبل القلعة على 4 تماثيل لملوك العمونيين تعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد. يوجد في جبل القلعة أيضا آثار وأعمدة رومانية ومعبد لهرقل، كذلك يحوي على آثار إسلامية تعود إلى العصر الأموي، حيث القصر الأموي هناك. بالإضافة لذلك يوجد متحف الآثار الأردني على قمة الجبل. طبعا متحف الآثار رح أصور لكم إياه في فيديو، أنزل لكم إياه في فيديو منفصل، لأنه المتحف بيحتوي على مقتنيات عديدة، فأخذ مني وقت في التصوير، لهيك لحتى ما يكون الفيديو طويل راح أنزله في فيديو منفصل لوحده. المتحف بيستحق أنه يكون له فيديو خاص فيه، لأنه المقتنيات اللي فيه جدا قيمة. طبعا يرتفع جبل القلعة حوالي 800 متر فوق سطح البحر، وهو يتمتع بمزايا عسكرية واستراتيجية، حيث كان محاطا بسور عال وضخم، وكانت تقوم عليه أبراج للمراقبة، والتي كانت ترتفع إلى 10 أمتار تقريبا. تنتشر الآثار المتبقية في جبل القلعة على شكل زاوية مثلثة، وتضم برجاً وهيكلاً على الطراز الكورنثي، والذي لم يبقى منها سوى الأساسات وبعض الأعمدة المبتورة. وتدل المكتشفات الحديثة بأن الآثار الموجودة تعود إلى العصر البرونزي المتوسط والحديدي والروماني والأموي. اللي نحن شايفينه أمامنا الأعمدة هاي هو عبارة عن معبد هرقل. وتوجد على جبل القلعة أيضاً بقايا كنيسة بيزنطية، والتي ترجع إلى القرن السادس ميلادي. يوجد على جبل القلعة القصر الأموي والبركة المنحوتة في الصخر، وهو بناء يعود إلى الفترة الأموية. هون حبيت أفرجيكم هالوردة هاي، بصراحة ما عرفت شو اسمها وعجبتني كثير، كانت موجودة على جبل القلعة. اللي بيعرف اسمها يا ريت يحكي لنا شو اسمها. هون أنا دخلت على القصر الأموي. هذا المبنى اللي إحنا داخله الآن هو بقايا القصر الأموي. طبعا يعد جبل القلعة من أكثر المناطق جذبا للسياحة في عمان، سواء على المستوى الخارجي أو الداخلي، وتقام على أكتافه الحفلات الموسيقية، حيث يعتبر أحد أماكن الاحتفال الرئيسية التي حدثت في مهرجان الأردن، نظرا لموقعه المطل على معظم مناطق العاصمة عمان، وخاصة وسط البلد. طبعا اللي بيطلع على جبل القلعة راح يكشف كل منطقة عمان، ورح يشوف من خلال القلعة فوق المدرج الروماني، رح يكون واضح أمامه. طبعا رح تشوفوا كمان سكة قطار، أو ما يعرف بالعربية، التي سيتم تخصيصها لنقل السياح من منطقة المدرج الروماني إلى جبل القلعة وبالعكس. الجميل في جبل القلعة موقعها المطل، وراح تشوفوا فيها عدة حقب.
هتشوفوا فيها العصر البيزنطي، الروماني، والعصر الإسلامي، كلهم موجودين في موقع واحد. بصراحة تستحق الزيارة، موقع جميل جدا. بنصحكم أي حدا بيجي على الأردن أنه يزور هالمكان، لأنه بجد جدا جميل، وخصوصا المتحف غاية في الروعة. راح أترككم أنا لنهاية الفيديو تشاهدوا القلعة أكثر. إن شاء الله الفيديو نال إعجابكم. إذا عجبكم لا تنسونا باللايك، بعمل إعجاب للصفحة، وانتظرونا إن شاء الله بكل ما هو جديد، وإلى اللقاء.